رايحين تتشوكاو من البنه تاع هاد لي تارتولات لعشاق القهوه ولعشاق الشوكولا. اروع تارتولات قهوه تقدروا تجربوهم. السلام عليكم. افضل غوسات تقدروا تخبوها لرمضان ان شاء الله. هاد لي تارتولات تاع القهوه بالشوكولا واحد البنه سهلين مهلين وبنتهم كالعاده لهبات عندنا. الحاجه الاولى نبداو بلاباط. في ريسيبيون درت 125 غرام تاع المارغرين مع حبه تاع البيض، نص كاس تاع السكر الناعم، نغربلو مليح بهذه الطريقه، شويه لافاني ليكيد، مغرف كبيره تاع الزيت، ونخلط كلش غير بالباتور حتى نحصلوا على قوام يكون كريمي هكذا. ندير مغرف كبيره تاع المايزينا، نكمل نخلط غير بالباتور، نجي ندير زوج مغارف صغار تاع الكاكاو اختياريه، تحبوا ديرهم تحبوا ما ديروهمش، كاس تاع الفارينه، ونبدا نطم هكذا حتى نحصل على العجينه تكون طريه. قعدوا ديما تضيفوا الفارينه حتى تحصلوا على العجينه تكون حاكمه روحها بهذه الطريقه وما تنشفوها. اروح نهضر لكم على هذا المول اللي حيسهل لكم الخدمه تاع التارتولات بكل سهوله. شوفوا الشكل تاعو كش جاي، تلقاوه يتباعد اللي يبيعوا دوزان تاع الحلوه. هنا نشكل كرات من هذيك العجينه، ندير عليها من الفوق ومن التحت بابي فيلم ولا اي ساشي يكون ترونسبارون، ونضغط عليها مليح بهذه الطريقه. رايحه ترقق لكم العجينه، نحطوا العجينه ديريكتومون في المول، نيطاليوها بهذيك الطريقه في ليكوتي، نحو الزوائد ويكونوا واجدين. نتقبهم شويه بالفرشيطه، نحط لي مول تاعي في الكونجيلاتور واحد 15 دقيقه 20 دقيقه باش ندخلهم يطيبوا على 180 درجه. رايحين نطيبوا القهوه، وكالعاده نستخدم القهوه تاع فيزا اللي راح نحتاجوها في واحد الكريمه نحشو بها لي تارتولات تاعنا. وكنت عمرت البراس تاعي بالقهوه وزدرت الماء اكيد من التحت، نحطو يطيب. ما بد نروح نحضر الكريمه. هنا في كاسرونه درت كاس تاع الحليب اللي فيه 250 ملل، مغرف كبيره تاع المايزينا، مغرف كبيره تاع السكر، لافاني ليكيد، ونحطهم فوق النار. اللي تحبوا الحلاوه زيدوا في السكر. الكريمه حطيتها فوق النار مع التحريك المستمر حتى وين عقدت. القهوه بعد ما طابت نضيفها ديريكت على ديك الكريمه، نضيف واحد الفنجان يكون معمر مليح تاع القهوه، نخلط كلش ونحطها في ريسيبيون، نغطيها اون كونتاكت ما بيد يطيبوا لي تارتولات. هنا بعد ما طابوا خليتهم يبردوا شويه. الكريمه كنت خلطتها مليح بالباتور، هذيك الكريمه تاع القهوه باش تعاود تولي لي كريميه. درت منها قاعده في لي تارتولات ونروح نحضر لا غاناج. اللي درت كميه تاع الشوكولا نوار مع الشوكولا اولي، وضفت لها لا كريم ليكيد تكون سخونه، المقادير تاعها بالتفصيل مكتوبه تحت الفيديو، ونخلط كلش حتى وين تذوب هذيك الشوكولا، ونحصلوا على هاد لا غاناج اللي نعمروا بها لي تارتولات بهذه الطريقه. وراك تشوفوا ديك الكريمه اللي قعدت لنا تاع القهوه، خلوا منها شويه، ديروا لها زوج مغارف كبار هكذاك تاع لا شونتيي، وطلعوها مليح بالباتور حتى نحصلوا على هذا القوام. نجي نزينوا بها من الفوق بهذه الطريقه وتقدموها وبصحتكم.